صباح الخير، صباح الانوار، وش راكم؟ ان شاء الله راكم بخير. انا صباح الحمد لله. غبت شويه، امي هاني جيت نطلع لكم. صلوا على رسول الله افضل الصلاه والسلام. ويلا نبداو فيديو اليوم. راح يكون شويه متنوع بين طياب خرجه، وحكيت لكم على مشروعي الصيفي. وقبل كلش حبيت نمد لكم الوصفه تاع الصابلي، كانت ديجا طلبتها مني الطفله من قبل، واليوم وين كتب ربي باش نحطها. المقادير: نحتاجو 250 غرام زبدة اللي هي نص باطة، كاس غير ربع زيت، بيضة كاملة وصفار بيضة. نحركوهم مليح، ومن بعد نزيدو كاس نشا وكاس سكر كلاص وقرصة ملح ومغرف صغيرة خميرة كيميائية. نحركوهم مليح حتى نتحصلوا على قوام كريمي كما راكم تشوفوا، ومن بعد نبداو نضيفوا الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة طرية. نلمو برؤوس الاصابع برك بلا ما نعجنو، من بعد نخليو العجينة ترتاح شوية ونبداو نطرحو فيها. نحاولوا نخليو سمكه يكون متوسط، يعني ما يكونش خشين وما يكونش رقيق. وتجيبوا الطابع اللي متوفر عندكم، حنا هذا واش كان متوفر عندنا، اللي كانوا عندنا بكل ذاتهم اختي. تبداو تطبعوا في العجينه تاعكم، نحطوه في الفور ونشعلوا له من تحت حوالي 10 دقائق غير تنشف الحبه تاعنا تاع الصابلي. نشعلوا له من فوق ما بازوج دقائق ونطفيه. ودوكا نحكي لكم على مشروعي الصيفي اللي هو عبارة عن بوفي وكراء أواني المناسبات، سواء خطوبة، زواج، توديع عزوبية، حفل تخرج، نجاح، أعياد ميلاد، يعني أي مناسبة حبيتيها. للأمانة المشروع هذا راهو تاع أختي، وكما زوجت البعيد قررت نكمل أنا فيه. أنا عندي مشروع خلاف بصح راهو في نفس المجال تقريبا، في مجال المناسبات والزينة. كاش نهار إن شاء الله نحكي لكم عليه بالتفصيل. المهم قلت لكم قررت نكمل فيه انايا، وهادو اللي صورت لكم راهم غير الربع من واش كاين، ما قدرتش نصور كلش. كاش نهار هكا نزيد نصور لكم شويه من اللي كاينين. الفكره كانت بسيطه بزاف، وبداتها براس مال صغير كان عندها هوس بالديكور والتنظيم وحب التفاصيل. قررت انها تجسد هذاك الشغف على ارض الواقع وتوفر الخدمه للناس اللي يحبوا ومهتمين بالتفاصيل، وشغل يحبوا المناسبات تاعهم يكونوا راقيه ومرتبه. شاركت معكم الفكره باش تستفادوا وتتحفزوا ديروا نتوما تاني مشروع خاص بكم، تعمروا به الفيد وفي نفس الوقت يكون دخل ليكم. المشاريع الله يبارك راهم بزاف وما يخلصوش. تقدروا تبداو اي مشروع من داركم وبراس مال صغير. تقدروا تبداو في مشروع صناعه الحلويات التقليديه والعصريه، يعني ديروا لي غاطو لي طارت تاني. هذا المجال بزاف حبيت ندخل فيه، مي حاليا ماشي الوقت المناسب، وحبيت تكون عندي الخبره الكافيه باش نقدر نبدا فيه. وهادو من بين صور تاع البوفي اللي راهم متوفر عندنا حوالي 20 قطعه، وانتم تخيروا على حساب واش راكم محتاجين. كما قلت لكم المشاريع راهم بزاف. تقدروا تاني من غير مشروع صناعه الحلويات التقليديه والعصريه ولي طارت، تقدروا تخدموا مثلا تحضروا في الديار اطباق خاصه بالمناسبات كما الشخشوخه، البوراك، الشوربه، طاجين لحلو، لي صالاد. يعني كاينين بزاف اطباق تخدموهم سير كوموند. كاين ناس هكا في المناسبات تاعهم ما يحبوش يقلقوا رواحهم ولا يتعبوا رواحهم، ولا مثلا يكون الوقت مش مكفيهم او تجيهم هكا ضيافه على غفله، يطلبوا الماكله من برا شغل يكومونديوها. سما تقدروا تعتمدوه نتوما كمشروع. كاين تاني مشروع تبيعوا منتجات طبيعيه كما صابون بلدي، الزيوت كما الارغان، اللوز، ماسكات طبيعيه. بشرط تكون عندكم الخبره الكافيه في المجال هذا، وتكونوا مجربين هاد الحوايج على انفسكم ولقيتوا النتيجه باش تبيعوهم للناس. تقدروا ديروا تاني الخلطات هذوك الخاصين بالتسمين، حاليا راهم بزاف مطلوبين. كاين تاني فتيل البربوشه، شخشوخه السيار، شخشوخه الظفر. هادو بالنسبه للنساء الكبار اللي شغل عندهم هكا الخبره ويعرفوا يخدموهم. مي انا كنصيحه حاولوا تبعدوا على هاد المشاريع، خاطرها تكون متعبه والربح تاعها قليل. سما حنايا نحاولوا نخدموا مشروع يكون سهل بصح مربح فيه الفايده.
تقدروا تخدموا لي بلاطو تاع الخطبات، تقدروا تخدموا الورد، تقدروا تخدموا لا بزاف. شوفوا بزاف افكار. والله شوفوا الانسان اللي يخدم راسو واللي يكون صح حاب يخدم يلقى الفكره ويخدمها ويتعب عليها ويدير اسمه في المجال هذاك. بصح ديروا في بالكم باللي اي مشروع تدخلوا فيه لازم تكونوا قانعين به وتحبوه، خاطر كيما تحبي المهنه او المجال اللي راكي فيه تلقائيا تلقاي روحك تحطي فيه جهدك واحسن ما عندك، تولي مبدعه فيه. ان شاء الله ربي يوفقني ويوفق الجميع. واذا عجبكم الماعن او البوفي تقدروا تتواصلوا معايا عبر صفحتي الخاصه للكراء. نرجعوا دوكا للروتين تاعنا. كما شفتوني نقيت الماعن هذوك وزدت خرجت للبالكو، كان في حاله طيشت كلش فيه ما نحتاجوش وسيقته وفرزته الحمد لله طلع يشعل. ولهنا ما يدير في الغداء كان عندنا شغل بقالنا هكا تاع العشاء وزدنا معاه طاجين الحلو حاجه خفيفه. طريقتنا في طاجين الحلو نقليو حبه بصل وطرف اللحم صغير مع عود قرفه ورشه فلفل كحل في مغرف زبده وشويه زيت، ومن بعد نضيفو مغرف سكر ورشه ملح. الملح نضيفوه باش يجينا اللحم تاعنا شغل سكري صالي يعني حلو ومالح في نفس الوقت. القرفه نحطو عود ماشي بودر باش ما تكحلناش المرقه تاعنا. من بعد نفورو لي فرويساك تاعنا، حطينا مشماش عين والزبيب، نفرزو كل حاجه وحدها باش العين ما تطلقش الكحوله تاعها في باقي لي فروي، وهكذا تجينا المرقه صافيه. السيرو نكيلو المرقه 2 كيلات بكيلة سكر وربع كيلة ما زهر، نخليوه حتى يغلي ويتقال، ومن بعد نحطو لي فروي واخر حاجه نحطوها هي العين باش ما تجيناش المرقه كحله كما قلت لكم. الا هنا كنت خرجت مع البنات، عندنا بزاف ما خرجناش، قلنا نخرجوا ندورو نشيخوا وناكلوا، راكم تعرفوا خرجة البنات. وقبل ما نروحوا نتغداو درت لكم جوله في محل تاع الماعن والديكورات عند فلورا، الله يبارك بزاف معروفه في ميلا. الناس اللي تحب الحطه والديكورات تلقاوهم عندها كل القطعات نسيف اختها ما شاء الله. هذا هو الهوس الجميل من بعد الكتابات اللي نقدر نصرف فيه دراهمي وما يغيضونيش. ليسونسيال درت لكم جوله عندها، ومن بعد تفت المكتبه تبع الروج باش نشري روايه اللي قلت لكم عليها، روايه ابابيل، مي مالوغوزمون لقيتها خلصت. قال لي الايام الجايه يوفرها ان شاء الله يجيبها قبل ما نروح الجيجل. خاطر ما نكذبش عليكم اني صح حابه نديها معايا الجيجل ونكمل نقراها تما. المهم الروايه اني كملت الجزء الاول تاع جومانا بزاف هايل وحبيته. حاليا اني بديت في الجزء الثاني ابابيل، مي اني بين وبين حسيت فيها شويه تكرار من الجزء الاول، خاطر شغل هادو الجزئين تاع ابابيل وجومانا شغل مكملين بعضهم. الجزء تاع جومانا هو اخر جزء زادو الكاتب، وش هو القارئ زعما كي يقراه كما شرحت لكم المره اللي فاتت. تحبوا تبداو بجومانا ومن بعد ابابيل، تحبوا تبداو بابابيل وتخليو جومانا هي اخر جزء تقراوه. ليسونسيال قلت لكم حسيت الجزء تاع ابابيل فيه تكرار من الجزء الاول. دوكا نكملو ونشوف كيما نكملو ان شاء الله. اني ندير لكم ملخص للجزئين جومانا وابابيل، ومن بعد نزيد نقرا الجزء الثالث والرابع اللي هو الجساسه والسجيل، ونزيد ندير لكم عليهم ملخص ونقول لكم اذا تستاهل هذا الروايه زعما باش تقراوها وتشريوها ولا لا. كما كملنا الدوره رحنا تغدينا عند لابا لابا، هو ما عندوش بزاف من اللي يفتح، وهذه تاني مره ناكلو عنده. الحق الماكله تاعو مليحه مي السيرفيس مش رابيد، يعني الا كنتي مزروبه ما نصحكش تروحي عنده. كما كملنا كل وحده روحت لدارها، دخلت للدار على اساس كملت الخرجه تاعي. زدت لقيت تاع الدار خارجين، هيا زدت خرجت معاهم، كانوا رايحين يطلعوا على عمي في السبيطار ربي يشفيه ويعافيه ان شاء الله في الميليه. رحت معاهم باش نطلع عليه وكما جينا في الليل تعشينا في بني هارون عشاء خفيف ظريف وجينا روحنا. هذا هو الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. الله يبارك حسيتو اطول فيديو درته في قناتي مع انه الدقائق مش بزاف، بصح كان متنوع، حكينا في 2 وصفات، حكينا افكار مشاريع،
يعني وحكيت لكم هكذا على الخرجه تاعي، واش درت واش ما درتش، وهكذاك مازال وما خلصش. ليسونسيال ان شاء الله يكون عجبكم، نقول لكم نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. خليوا لي جيم وتعليق، ومع السلامه. عندك لا دقتكم خلص.